السلام عليكم. قبل أيام درنا استطلاع رأي عبر حسابنا على الانستغرام، واللي كان السؤال نتاعنا هو عن أفضل تشكيلة مثالية للمنتخب الجزائري في كأس إفريقيا. درنا تصويت وخوتنا بارك الله فيهم شاركونا الرأي نتاعهم عن أفضل رسم تكتيكي يقدر يدخل به بيتكوفيتش، وعن أفضل اللاعبين اللي نقدر نحطوهم في هذه التشكيلة. الحاجة الأولى اللي نقدر نبداو بها هو التصويت عن أفضل رسم تكتيكي. الأغلب اختار 4 2 1 3، وشايفين باللي هي الأحسن، ولو أن هناك البعض كان يميل لخطة كلاسيكية 4 3 3 أو 3 4 1 2. خلونا نبداو بالأسماء اللي اختاريتوها وشفتوا باللي هي الأحسن في هذه التشكيلة. نجو لحراسة المرمى، واللي كانت بين بنبوط، زيدان وماندريا، والتصويت تقريبا الجميع قال لك أن زيدان هو اللي يستاهل يكون أساسي. إذا في حراسة المرمى عندنا لوكا زيدان. في قلب الدفاع الأغلبية ما تردوش أنهم يختاروا لاعب آخر من غير بن سبعيني، اللي تقريبا المناصرين محبين هو يكون أساسي، وأكيد ما راح نختلفوا في هذا الأمر. حدا بن سبعيني هنايا اللي كانت المفاجأة، والأغلبية راح لسامي الشرقي على حساب عيسى ماندي، ولو أن التصويت كانت كاينة نسبة من الناس حابين ماندي يكون لاعب أساسي، ممكن بسبب عنصر الخبرة وتألقه الأخير في مباريات ليل، ولكن يبقى إشكال وحيد وهو أنه لاعب ثقيل نوعا ما، خصوصا لما طيح مع منتخبات تلعب على المرتدات. هنا راح نلقاو صعوبة. على مستوى الأظهرة فجوان حجام تفوق على أيت نوري ومهدي دورفال. على الجهة اليمنى الجميع اختار رفيق بالغالي لاعب هيلاس فيرونا على حساب يوسف عطار. نجو لخط الوسط، إسماعيل بن ناصر أساسي على حساب زرقان وزروقي، واللي راح يكون جنب بن ناصر هو حماد عبد اللي على حساب بوداوي وشيبي. رقم 10 وصانع اللعب في المنتخب الوطني فأكيد وبدون تردد إبراهيم مازا على حساب إيلان قبال. إبراهيم مازا تفوق بنسبة كبيرة ونظن يستاهل، لأنه لاعب راه في فورمه ولازم نستغلوه مليح في هذه المنافسة. أخيرا خط الهجوم اللي فيه مفاجآت. على الجهة اليسرى ومؤكد أن عمورة الأغلبية راح يميل ليه، وما كانش أحسن منه في الوقت الراهن. في قلب الهجوم وهنا اللي كانت المفاجأة أن منصف بقرار فاز بتصويت أعلى من بنجاح اللي كان قريب ليه بنسبة ماشي بعيدة، وأيضا على حساب بركان. في الجهة اليمنى واللي حتى هي فاجأتني أن حاج موسى دا أعلى نسبة تصويت على حساب رياض محرز. يعني محرز حتى في تصويت ماشي قريب له، بالعكس حاج موسى أغلبية اختاره. خلونا نراجعوا تشكيلة المنتخب الوطني المثالية في كأس إفريقيا حسب تصويتكم. حراسة المرمى لوكا زيدان، خط الدفاع بن سبعيني شرقي حجام بالغالي، خط الوسط عبد اللي بن ناصر، قدامهم إبراهيم مازاس كصانع لعب، خط الهجوم عمورة بقرار حاج موسى. وش رايكم في هذه التشكيلة وهل هي الأنسب؟ هذا كان تصويتكم، وشكرا للناس اللي شاركتنا الرأي نتاعها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.